ويتداعى الناس وتتقارب تلتقي، وتلتقي إنما تلتقي على الرموز والرموز المعنوية. يعرف الناس بأن بوصلة الاقتداء والاتباع والاقتفاء ليست تائهة ولا ضالة ولا شريدة ولا لقيطة، ولكنها مهتدية بآثار السلف الصالح وبالاقتداء بأهل الخير وبأهل العلم. كثير من المجتمعات تصنع لها رموز في الفن ورموز في الرياضة ورموز في أشكال وألوان من اللهو واللعب، فتجد نفسها أمام واقع تسلسل، أمام واقع متشاكس. ولكن مجتمعاتنا بفضل هذه الزوايا وهذه الذكريات تصر على أن تكون رموزها الصالحين، أولياء الله الصالحين، أهل العلم، أهل التقوى، أهل الصلاح. ولذلك ما تجد أحدا يشف أو يرفض أو يشرد عن مثل هذا الفضاء، لأن الجامع هو الاقتداء بالصالحين، الاقتداء بالأخلاق الطيبة. وهذا ربما ما جعل كثيرا من العواصف تفشل وهي تريد أن تثبت المجتمع وتصنع فيه حروب الصراعات والمواجهات والخلافات، ولكنها تفشل لأن المجتمع سبحان ما يتنادى ويتداعى إلى مثل هذه الفضاءات المباركة، يستذكرون سير أسلافهم آبائهم وأجدادهم كيف كانوا متعاونين، كيف كانوا متقاربين، كيف كان يقسم بعضهم إلى بعض، كيف كانوا يتكافلون ويتعاونون. وهذه رسالة واضحة تمثلها الزوايا في هذه المنطقة، لأنها ليست هذه الزوايا ليس لها شغل أو ليس لها برنامج عمل. برنامجها العملي في التماسك الاجتماعي، توطيد الوحدة الاجتماعية بين الناس، رسالة التعاون والتقارب والتكافل وإكرام الضيف، وحسن كذلك إسداء المعروف إلى كل من يحتاجه. نلحظ هذا ونراه في هذه الزوايا وهي تقوم بوظيفتها اليومية ووظيفتها الشهرية ووظيفتها السنوية كذلك. الأمر الثاني أن الجامع الذي يجمع الناس في مثل هذه الذكريات وإحيائها هو كتاب الله تعالى، هو البوصلة والحلقة التي يتنادى الناس إليها ويجتمعون. ولذلك نجد بأن هذا الفضاء هي الذكرى بالقراءة الجماعية والخدمة في السلطان، نجده أيضا مدرسة للتعلم، مدرسة للتفكير، مدرسة للتنافس،